متابعينا الأعزاء، السلام عليكم وصحة فطوركم. سنتطرق في هذا الفيديو إلى التشكيلة الأساسية والمتوقع أن يدخل بها المنتخب الوطني مباراته القادمة ضد منتخب بوتسوانا يوم الجمعة. إذ وحسب آخر الأخبار فإن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يكون قد فصل في التشكيلة الأساسية وخطة اللعب المنتهجة التي ستكون خطة 4-4-2، وهي كالتالي: أي في حراسة المرمى ألكسيس غندوز، رباعي خط الدفاع يوسف عطال، ريان أيت نوري، وفي وسط الدفاع الثنائي التقليدي رامي بن سبعيني وماندي. خط الوسط، وفي ظل الغيابات الكثيرة يتجه بيتكوفيتش للاعتماد على الثنائي هشام بوداوي وقندوسي كوسط ميدان دفاعي محرز، والعائد بقوة يوسف بلايلي في التنشيط الهجومي. أما خط الهجوم يتكون من الثنائي المتواجد في فورمة عالية عمورة وغويري، وذلك بعد أن درس الناخب الوطني نقاط قوة وضعف المنافس، حيث أن نقاط ضعف بوتسوانا هي ثقل الدفاع، خاصة ثنائي الدفاع اللذان يلعبان في البطولة البوتسوانية المحلية. لذلك قرر بيتكوفيتش إدخال عمورة للاعتماد على سرعته إلى جانب ذكاء غويري وتحركاته الخطيرة. هذه هي التشكيلة الأساسية بنسبة 99.99%، إلا إذا حدثت إصابات لا قدر الله أو متغيرات جديدة. المنتخب الجزائري محتم عليه الفوز في هذه المباراة وتحدي الظروف المناخية والغيابات الكثيرة للعب باقي المباريات بأريحية ودون ضغط. بالتوفيق لمحاربي الصحراء. تابعونا ليصلكم أي جديد عن المنتخب الوطني. إلى اللقاء.